السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد. النهاردة جايبين طريقة عمل شوربة العدس زي ما احنا شايفين كده. شوربة العدس ناس كتير بتحبها خصوصا في الشتاء، بتدفي، حاجة زي ما بيقولوا كده بترم العظم، حاجة عظمة. طيب احنا عاملين النهاردة شوربة العدس بنص كوباية عدس، فعايزكم تتابعوها للآخر وتشوفوها، لأن في ناس كتيرة طلبتها مننا. والعدس فيه حاجات كتيرة، يعني في عدس ان شاء الله هنصور حلقة عن العدس الهندي. بس يلا مش هنضيع وقت ونبدأ على طول. دي المكونات اللي هنبدأ بيها. معانا نص كوباية عدس اهو، عندي جزراية، بصلاية، بطاطس، طماطم، وكمان فص توم. اول حاجة هنعملها هنغسل العدس. يلا كده خلاص غسلنا العدس، قطعنا الخضار بتاعنا، اي تقطيعة مش هتفرق معانا كتير. نجيب الحلة، نحط فيها المادة الدهنية او سمنة زيت اللي تحبيه، بس انا بفضل سمنة دلوقتي. ونبدأ نحط الخضار بتاعنا، هنشوحه تشويحة كده على السريع لحد بس ايه طلع الريحة، يبدأ البصل يدبل شوية. ننزل بالعدس برضو يتشوح معاهم. الطريقة دي هتدي معاكي طعم وريحة للعدس. تخيل عشان نحط التوابل بتاعتنا، معانا هنا معلقة صغيرة فلفل، سنة كمون، معلقة كزبرة، معايا هنا بابريكا. نبدأ نزود المية بتاعتنا كده بعد ما غليت شوية. نسيبها بقى على النار تغلي براحتها خالص. كده بعد ما سيبناها غليت، بصوا البطاطس عاملة ازاي. وصلنا الدرجة دي كده خلاص كله استوى. متأكدي برضو من الجزر. دي هنا معانا توم بودرة، بصل بودرة، لو عندك برضو نص معلقة جنزبيل عادي خالص. في ناس بتحط كركم. الحاجات دي كلها مفيدة، ومفيدة برضو للقلب والشرايين. كده بعد ما ضربناه في الخلاط تمام، تيجي بقى أهم طريقة. هنبدأ نغرفه البولات بتاعتنا اللي هنشرب فيها. أنا عندي بولة فخار هنا، عندي طبق الشوربة العادي. ممكن تجيبي عندك عيش فينو مثلا، تقطعيه مكعبات يتحمر في الزيت، بتحط على الوش، بيدي شكل حلو وطعم حلو قوي مع العدس من العيش المحمر اهو. حاجات بسيطة بس بتخلي الطبق ليه شكل، وزي ما بنقول العين بتاكل قبل البق. وبالهنا والشفا، ونوعدكم بحلقات جاية كتير، وصفات كتير. شوف الشوك على خير.